إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ربما جلس مع أصحابه فقص عليهم من قصص الأولين، حدثهم بأخبارهم وساق لهم شيئا من عبرهم. ولقد أمر الله تعالى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن يقص على أصحابه من خبر السابقين، فقال الله جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عجبا، قص عليهم قصة 3 دخلوا في الغار فكان لهم فيه عجب، وقص عليهم قصة جريج العابد مع أمه وكان له فيهم عجب، وقص عليهم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تاب الله تعالى عليه. ولعلنا نقف اليوم على قصة من هذه القصص ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وذكرها ربنا جل وعلا مجملة في كتابه. ففي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، يعني ملك في أمة من الأمم السابقة، وكان له ساحر. هذا الملك كان يدعي أنه إله، فإذا أراد أن يثبت للناس ألوهيته نبأ الناس ببعض ما يفعلونه في غيبتهم عنه، فيقول: أنت ذهبت اليوم إلى كذا، وأنت قلت لامرأتك كذا، وأنت أكلت كذا وشربت كذا، فيتعجب الناس كيف عرب الغيب الذي عندهم، فيعتقدون أنه ربهم، فيعبدونه ويطيعونه ويخافون منه. وكان الساحر هو الذي يستعمل الجن لأجل أن ينقلوا إليه هذه الأخبار. قال عليه الصلاة والسلام: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. هذا الملك يستعبد الناس، والساحر يعينه على ذلك، يمرض من يأمره بإمراضه ويتحدث على الناس بأعاجيب. فلما كبر الساحر خاف الساحر أن يذهب الضلال الذي يسوق الناس إليه. قال الساحر للملك لما كبر: إني قد كبرت وإني أخشى أن يذهب عنكم هذا العلم، فالتمس لي غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر. يكون فطنا ذكيا، لقنا يعني يتعلم بسرعة، يلقن ويتعلم ويفهم بسرعة حتى يكون وارثا لي في هذا السحر. عجبا! وماذا يستفيد الساحر بعد موته؟ أن يبقى الملك متسلطا على الناس. ماذا يستفيد الساحر؟ أن يبقى الناس مستعبدون. ماذا يستفيد هذا الساحر؟ أن يبقى الملك في ضلاله وفي متعته على حساب الضعفاء والمساكين والمعوزين. ماذا يستفيد؟ لكنه الضلال إذا دخل في قلوب بعض الناس ثم تمكن من عقولهم شعروا أنه قضيتهم التي يعيشون من أجلها. ولذلك تجد أحيانا مغنيا من المغنيين يبتكر طريقة في الغناء أو في اللحن ثم يبدأ يدرب الشباب أو الفتيات عليها لتبقى هذه من بعده. أو تجد ربما ممثلا يعمل بعض الأمور المحرمة فيبدأ يدعو من يدربهم على مثل طريقته، أو ربما كان ساحرا أو غير ذلك. هذا الساحر على مثل ذلك تشرب قلبه الضلال والفجور حتى صار جنديا من جنود الشيطان، فهو يريد، يعلم أن الموت سيهجم عليه، لكنه لا يريد أن يتوقف الضلال بموته، يريد أن يموت ويبقى الفجور من بعده. قال: إني قد كبرت وأخشى أن يذهب عنكم هذا العلم، وبئس العلم.
فالتمس لي غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر. فالتمس له الملك غلاما، وجيء بغلام ذكي فطن لقن، وأرضى الملك أهله بمال، فصار الغلام يأتي عند هذا الساحر يعلمه كيف يسحر وكيف يتنبأ وكيف يقيم علاقة مع الجن ليخدموه. صار الغلام في كل يوم يأتي إلى هذا الساحر يتلقى دروسا في السحر، ثم يرجع إلى أهله، ومن غد يأتي إلى هذا الساحر كأنه في مدرسة يتلقى دروسا في السحر، ثم يرجع إلى أهله. وكان الغلام في أثناء سيره في طريقه يمر على رجل عابد منزو عن الناس خارج عن المدينة يتعبد ويتقرب إلى الله تعالى، وهو من بقايا أهل التوحيد الذين قتل الملك أكثرهم ولم يبق إلا هو، فهو يتعبد في مكان خاص به حتى يأتيه الموت. فعجب الغلام، هذا الرجل دائما يقبل الأرض ساجدا قائما. فمر الغلام به يوما وجعل يتأمل في هذا العابد، في هذا الراهب. فلما انفتل الراهب من صلاته قال له هذا الغلام: أنت ماذا تفعل؟ قال: أنا أصلي لربي. قال: الملك الذي يملكنا ويدعي أنه ربنا، كما كان فرعون يدعي أنه رب وإله. قال الملك: قال: لا، بل ربي وربك ورب الملك. فعجب الغلام، فجعل يحدثه بالتوحيد، يكلمه عن الله، يحيي فطرته التي في قلبه التي غشاها السحر وظلم ذلك الملك، وجعل يحدثه بحبه لله وخلق الله تعالى له. من الذي خلق الشجر والحجر ونصب الجبال ورفع السماء وأمسكها أن تسقط على الأرض؟ من الذي خلق وسوى؟ فجعل الغلام يتفكر فعلا في مثل ذلك، وأعجبه ما يسمع من هذا الراهب لأنه وافق فطرته التي فطره الله عليها. وصار يذهب إلى الساحر ويتعلم، وفي أثناء رجوعه يجلس عند الراهب ويستمع ويتعلم ويكلمه عن الله، ثم يذهب إلى بيته. وفي غد يذهب إلى الساحر فيمر بالراهب ويتلقى درسا في التوحيد ثم درسا في السحر، ثم إذا رجع أخذ درسا في التوحيد ثم جاء إلى أهله. فصار الغلام في ذهابه إلى الساحر يتأخر على الساحر فيضربه الساحر: لماذا تأخرت؟ وإذا عاد إلى أهله وجلس عند الراهب تأخر على أهله فضربه أهله: لماذا تأخرت؟ فجاء الغلام يوما إلى الراهب وأخبره بذلك. قال: أنا يضربني الساحر إن تأخرت ويضربني أهلي إن تأخرت. فقال له: يا بني، إذا خشيت الساحر أن يضربك لتأخرك فقل حبسني أهلي، كان عندنا عند أهلي شغل وحبسوني أخروني. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، الساحر أخرني، كان الدرس طويلا اليوم فأخرني. والراهب بذلك لا يدرب الغلام على الكذب، لكنه لضرورة أن يتعلم دينه، أن يتعلم التوحيد. هو يتعامل مع قوم يحولون بينه وبين الهداية، وهو غلام صغير لا يستطيع أن يواجه، فليس له مخرج إلا هذا. فصار الغلام يتخلص بهذه الحيلة. وصار الغلام له معلمان: معلم يقول له ربك الله، وهو الذي خلق وسوى فسوى وقدر فهدى. ومعلم آخر يقول ربك هذا البشر، وهو الذي يملك ضرك ونفعك ويفعل بك ما تشاء، وعليك أن تتقرب إليه أكثر مما تتقرب إلى غيره. فصار عنده نوع حيرة. فمر الغلام يوما في المدينة وإذا دابة عظيمة قد حبست الناس، دابة حبست الناس وخافوا منها ولم يستطيعوا أن يسلكوا من الطريق خوفا ورعبا من هذه الدابة. فقال الغلام: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل. ثم أخذ حجرا من الأرض صغير، قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. إذا أنت يا رب تحب الراهب أكثر من الساحر
وإذا أنت يا ربي تعلم أن الراهب على حق وأن الساحر على باطل، الدليل على ذلك يا ربي أن يقتل هذا الحجر الصغير هذه الدابة العظيمة، يعني أن تخرق لي العادة، أن تعطيني كرامة. فأخذ الحجر ورفعه ورماه على تلك الدابة فأصابها وماتت. فاستقر في قلب الغلام أن الراهب هو الذي على الحق، وصار يأتي إلى الراهب ويتعلم ويحدثه. جاء وجلس إلى الراهب وقال له: يا شيخ، أنا مررت بدابة وكان من الشأن كذا وكذا، وأنا رميتها بحجر فماتت. فقال له الراهب: يا بني، وكان غلاما لم يجاوز 15 سنة، قال: يا بني، أنت اليوم أفضل مني. الله جل وعلا يستجيب دعاءك ويعطيك كرامات، أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فلا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين. سئل الشافعي قيل له: أيهما أفضل، أن يمكن الرجل أم أن يبتلى؟ أن يمكن له في الدين والدعوة والعلم والتأثير، أم الأفضل له أن يبتلى ببلاء من مرض وسجن وغير ذلك؟ أيهما أفضل، هذا الممكن أم هذا المبتلى؟ أيهما أفضل يا شافعي؟ فقال الشافعي: أصلا لا يمكن حتى يبتلى، أصلا لا يصل إلى التمكين إلا بعدما يمر بالبلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يمكن حتى يبتلى. قال: إنك ستبتلى يا ولدي، فإذا ابتليت فلا تدل علي، خلني على عبادتي وقربي وحياتي، أرجوك لا تخبر عني، خلني أتعبد إلى أن أموت، لا أريد أن أواجه أحدا، إذا ابتليت فلا تدل علي. ثم ذهب الغلام، وصار الغلام يعالج الناس، يبرئ الأكمه والأبرص، ويعالج الناس من سائر الأدواء. الأكمه هو من ولد أعمى، والأبرص هو مرض في الجلد، ويعالج الناس من سائر الأدواء. وصار الناس يحبونه ويقبلون عليه، وصار هو لا يأخذ مالا لقاء علاجه للناس، إنما يدعوهم إلى التوحيد. يقول: تعبد الله وحده لا شريك له، وتعتقد أنه الخالق الرازق المستحق للعبادة، يدعوه إلى التوحيد والعبادة ويعالجه فيشفى الناس. صار للغلام شعبية كبيرة عند الناس. فسمع جليس للملك كان قد عمي، وزير جليس للملك أعمى، سمع أن فيه غلام يعالج، فجاء إلى الغلام ومعه هدايا كثيرة، وجاء معه حاشيته يحملون الصناديق المليئة بالهدايا وأنواعها، والغلام صغير. ثم جاء ووضعت في جانب من البيت. ثم جاء هذا الجليس الوجيه، جاء وجلس عند هذا الغلام، والجليس أعمى. قال: يا بني، ما ها هنا لك أجمع كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. قال: وما الله؟ تدعوني العبادة؟ ما أعرف لي رب إلا الملك، فيه رب غيره، وما الله؟ فجعل يحدثه عن الله. الله هو ربك الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك. الله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله الذي خلق هذه الشمس العظيمة وهذه الأكوان. الله هو الذي سيبعثك يوم القيامة. الله هو الذي يشفيك إذا مرضت، ويداويك إذا أصبت، ويطعمك إذا جعت، ويسقيك إذا ظمئت. الله هو الذي يجيب دعاء من يدعوه، ويجيب نداء من يناديه. الله هو الذي إذا وقعت في الكربة فقلت يا الله أجابك. الله هو الذي إذا نزلت بك مصيبة فقلت يا الله أنقذك. وجعل يحدثه عن الله. فقال ذلك
الجليس: أشهد أن لا إله إلا الله. فرفع الغلام يديه ودعا له فأبصر، وكشف الله تعالى عنه مرضه وأبصر. ثم ذهب الجليس من غد إلى الملك، هي وظيفته. فلما جلس عند الملك وإذا بالجليس يرى، فالتفت إليه الملك قال: يا فلان. قال: نعم. قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأمر به الملك فعذب وجعل يضرب. من الذي علمك؟ من الذي دعاك؟ فدل على الغلام، قال: الغلام هو الذي أمرني بالتوحيد. فجيء بالغلام: يا غلام ارجع عن دينك. لا، ارجع عن دينك. لا. وجعلوا يضربون الغلام ضربا شديدا حتى أخبرهم الغلام عن الراهب بعد عذاب شديد على هذا الصغير. فجيء بالراهب، قيل له: ارجع عن دينك. قال: لا، ارجع عن دينك. عذب عذابا شديدا وهو يقول لا، حتى أمر به ذلك الظالم فوضع المنشار على مفرق رأسه. أمسكه الرجال، وجاء رجل ووضع المنشار على مفرق رأسه فشقه باثنين، والغلام ينظر وجليس الملك ينظر حتى سقط شقاه. ثم التفت إلى جليسه الوزير قال: ارجع عن دينك. قال: لا. فأمر به فشبح ومسك، ووضع المنشار على مفرق رأسه وشق باثنين، والغلام الصغير ينظر إلى هذه الدماء. ثم قيل الغلام: ارجع عن دينك. قال: لا. فعلم الملك أن لهذا الغلام من الشعبية بين الناس والحب ما يخشى معه لو قتله هذه القتلة أن يثور الناس عليه، فالناس يحبونه، وإن سمعوا أن الراهب قتل لا غرابة عندهم فهم لا يعرفونه، وإن سمعوا أن جليس الملك قتل لا غرابة عندهم، ربما جاء بخيانة، لكن هذا الغلام الصغير ماذا فعل؟ فأراد أن يقتله قتله مصطنعة. دفعه إلى بعض جنوده، قال: اذهبوا به فاصعدوا به جبل كذا وكذا، فإذا بلغتم ذروة الجبل فاطرحوه. يعني حتى لو مات يقول الناس ذهب إلى جبل وانزلت قدمه ومات الله يرحمه، ما يقولون قتله ذلك الظالم. فذهبوا به هؤلاء الجنود يجرجرون هذا الغلام الصغير حتى صعدوا به إلى أعلى الجبل، فلما بلغوا ذروته قالوا له: ارجع عن دينك. قال: لا. ثم رفع يديه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، يا رب احمني منهم، يا رب خلصني منهم، يا رب ساعدني بما تشاء، أنت يا رب الذي تفعل بهم ما تشاء، لن أقول لك أنزل صاعقة ولا اخسف بهم الأرض، افعل بهم ما تشاء. قال عليه الصلاة والسلام: فارتج الجبل وسقط الجنود ونجى الغلام وجاء يمشي إلى الملك. الغلام لم يذهب ويهرب إلى بلدة أخرى، عنده قضية وتوحيد يريد أن يحققه، يضحي بنفسه، جاء إلى الملك ليريه أن الله أقوى منك وأن لله جندا لا يثبت أمامهم جنودك. جاء يمشي إلى الملك، فلما رآه قال له: أين أصحابك؟ الملك يسأل الغلام يقول: أين أصحابك؟ لم يقل: أين جنودي؟ لأنه واضح أنهم مهزومون فلا يريد أن ينسبهم إليه. قال: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر آخرين بالقوة، قال: اذهبوا به إلى البحر فأركبوه في قرقور في سفينة صغيرة، فإذا توسطتم به البحر فاقذفوه، ليقال والله غرق. فلما توسطوا به البحر قالوا له: ارجع عن دينك. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فإذا بالسفينة تنقلب
ويغرق أولئك ويأتي الغلام يمشي إلى الملك، فتحير ماذا أفعل بك؟ فقال له الغلام إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك به. الآن انقلبت الموازين، أنا أعتمد على توحيد وعقيدة صحيحة وأنت تعتمد على شيطان رجيم، أنا أنصر بجند من جند الله وأنت ما عندك إلا جند البشر، إذا ما أعطاني الله تعالى من الإيمان والقوة والنصرة أعظم مما عندك، وما من يد إلا يد الله فوقها. قال والله لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد في أرض واحدة، ثم اصلبني على جذع نخلة، اربطني، ثم خذ سهما من كنانتي، من سهامي لا من سهامك أنت، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس يعلم حتى طريقة الرمي، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فلم يملك ذلك الملك بدا من أن ينصت إلى خبره، وأمر الناس فاجتمعوا في صعيد واحد، ثم جيء بالغلام فربط على ذلك الجذع، ربطت رجلاه وربط بطنه، وجاء الملك ووقف، والناس ينصتون يستمعون ينظرون إلى الغلام، هم يعرفونه ما رأوا منه إلا خيرا وتواضعا ونصحا. ثم وضع الملك هذه النشابة، هذا السهم، في كبد القوس وصاح بصوت قال بسم الله رب الغلام ورماه. والناس يعلمون أن الملك حاول عدة مرات قتله فلم يمكن، هل سيمكن الآن؟ وإذا بالسهم يقع في صدغ الغلام، يعني ما بين عينه وأذنه، أصابه السهم فوضع الغلام يده على صدغه ومات. فلما رأى الناس ذلك صاحوا قالوا آمنا برب الغلام، آمنا، الرب اللي أنقذ الغلام ولم يستطع الملك أن يقتل الغلام إلا باستئذانه، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الملك يسمع ضجة ولم يفهم، ومضى إلى قصره يرى أنه انتصر. فأقبل إليه أحد وزرائه قال له غضبت أن آمن ثلاثة، أنت غضبت لما آمن الجليس والراهب والغلام، غضبت؟ قد آمن الناس جميعا، أنت قتلت ثلاثة لكنك أحييت أمة، الغلام مات، ودل الملك على كيفية قتله، لكنه أحيا أمة بموته. قال أغضبت أن آمن ثلاثة؟ فقد آمن الناس، فغضب ولم يوحد ويؤمن بهذا الرب الذي اقتنعه والآن بقوته وعظمته وجلالته وأحقيته بالعبادة، لا، وإنما إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ضلال وفجور. فأمر بالأخاديد فخدت في الطرقات، أمر أن تحفر حفر عظيمة، ثم أشعلت فيها النيران، وجيء بالناس بالقوة، وإذا بهذه النار تشتعل أمامهم يتطاير شرارها، ولو مر بها طير لوقع فيها محترقا من حرارتها. وجعلوا يأتون بالناس ارجع عن دينك، فإذا قال لا قذف فيها فتأكل النار جسده، ثم يؤتى بالآخر ارجع عن دينك فيقذف فيها، حتى كان آخر الناس امرأة معها صبيها ترضعه وهي ترى الناس يصيحون ويصرخون ويتدافعون، وهي تخشى على جوع ولدها، إن مت فأموت وهو شبعان، ترضعه
فجاءوا وجروها والصبي في ثديها ويجرونها والصبي في ثديها حتى رأت النار تشتعل أمامها. قالوا لها ارجعي عن دينك، فترددت ونظرت إلى ولدها كأنها تودعه، فأطلق الصبي فمه من الثدي وقال يا أماه اصبري فإنك على الحق، تموتين تحترقين، المهم تموتين على ماذا؟ تموتين على حق أم على باطل؟ تلقين الله مشركة أم موحدة؟ يا أماه اصبري فإنك على الحق، فطرحت نفسها وصبيها في النار. وحكى الله تعالى في كتابه قصتهم، وخلد الله تعالى خبرهم عبرة وعظة لأمتنا، وكأن ربنا جل وعلا يريد أن ينبئنا بما يقع في مستقبل حياتنا من أحداث. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. ذاك الملك وأصحابه قد قعدوا على أرائك ينظرون إلى العذاب للمؤمنين، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال الله عن هؤلاء الظلمة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وجعل ربنا جل وعلا يثني عليهم ويمدحهم ويذكر ربنا جل وعلا مآل هؤلاء ومآل هؤلاء. فهذا خبر من أخبار الأمم السابقة ذكره الله جل وعلا في كتابه عبرة وعظة، وقصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الادكار والاعتبار وأن يعيذنا وإياكم من الفتن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر أهلنا المجاهدين في الشام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم يا حي يا قيوم. اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم واجعل الدائرة لهم على عدوهم. اللهم اجعل الدائرة لهم على عدوهم، اللهم اجعل الدائرة لهم على عدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نستنصرك لهم يا قوي يا عزيز. اللهم أمدهم بجنود من السماء بعظمتك وبجنود من الأرض بقدرتك يا رب. ثبت أقدامهم وزد إيمانهم ووحد صفهم. اللهم واشف صدورنا ممن ظلمهم، اللهم اشف صدورنا ممن ظلمهم، اللهم اشف صدورنا ممن ظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان،
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وفي بلدنا خاصة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.